تعالي اقول لك بقى ازاي تقري تحليل السائل المنوي لزوجك بسهوله. تمام، انت يهمك 4 نقط. العدد يكون معدي ال 120 مليون، وده العدد اللي يسمح بيه ان يحدث حمل طبيعي بدون اي تدخلات. تاني حاجة الحركة، ان الحركة تكون معدية 32%، ودي الحركة المطلوبة عشان يخترق بيها الحيوان المنوي البويضة بسهولة وبقوة. رابع حاجة التشوهات، ما يكونش نسبة التشوهات كاملة ومدمرة كل الحيوانات المنوية بأشكالها وأنواعها، بس معانا مقبول لحد ال90% تشوهات. رابع حاجة اللزوجة، واللزوجة ديت لو زايدة عن حدها بتبقى هي مضايقة حركة الحيوان المنوي بحرية. ولكن كل دوت في إطار إن إحنا ممكن يتعالج، وعلاج الزوج بياخد من 3 ل6 شهور، وممكن أثناء فترة العلاج نلاقي نتيجة جيدة. بتبقى أسوأ الحالات لما ملاقيش حيوانات منوية خالص، وبنقدر ناخد عينة من الخصية وبنتعامل معاها برضو ونجري بيها عمليات الحقن المجهري.